حطيت بقى حته سمنه بلدي هنا اهي عشان هي تديها طعم يعني، عشان تغذي العيال. ماشي نحط كمان حته تدبل بقى شويه، بعد كده ايه ربنا. بس السمنه دي سمنه بقري يا ماما عشان سفره صح؟ يعني كده بقى عملنا اللي هي ام بصل، هي ام توم ماما كانت عملتها بس ما صورتهاش بقى. ماما كتر لنا ام بصل عشان احنا بنحب البصل. ايوه بابا سيبي له حته صغيره اعملها له. احنا عندنا بابا ما بيحبش يعني البصل في اي حاجه. عمر بياكل، يا عمر ما بياكلش الا بصل، هو زي الارانب. ما هي رزان بتقول له بعيد عني بقى شويه يا عمر عشان انا صايم. هنرجع لكم تاني بقى لما تدبل شويه. وهنا بقى دي تتبيله المشاوي، دي تتبيله بقى المشاوي، ما هيناش تتبيله الكبده. لا دي بس بتتعمل مع الثوم مع البصل بس بتدي ريحه. تحطيها على الكبده، حطي شويه كده وشويه على البصل بس بتدي ريحه بس. خلاص. وهنا بقى ماما بتعملها بطريقه الشيف الشربيني، كانت شايفاها بيغلي ميه ويحط فيها الكبده بيقول لك عشان الزفاره، ويعصر فيها عصره ليمون وخل. فهي ماما عملتها لنا قبل كده يعني كانت بصراحه حلوه، فهي دي تاني مره تعملها بنفس الطريقه. بتغليها بقى كده في الميه، بتعصر عليها نص ليمونه ونطره خل، بعد كده تشيليها على طول من هنا لهنا. مش مشكله. شيليها بقى وتحطيها في الصح. حطها بقى على طول هنا. اهي ماما التمره بتشيل من هنا على هنا على طول. الثاني حلو الثاني. بصراحه ماما كانت عاملاها قبل كده بصراحه جميله حق الله يعني، ولا فيها ريحه زفاره ولا فيها ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه خالص. والله جربوا الطريقه دي من ايد ماما، هيدعوا لها والله. كده خلاص يعني. هحط عليها بقى شويه توابل من التوابل اللي انا موريها لكم دلوقتي بتاع المشاوي دي. خلاص كده هي بتاعتي ما عايزه اتقطع حته. ده اللي سنده ده السنده ولا ايه؟ بس عايزه اتقطع، كنت عايزه اقطع عشان تستوي معاها. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى عند ماما بعد ما ثواني يا ماما، بعد ما وليت بقى ايه، بعد ما جيت من التخطب بتاع الولاد ايه، رحت على ماما وهنعمل النهارده بقى ان شاء الله كبده. البصله هنا اهو وقرن فلفل وطماطمتين كده، مولعه على حته السمنه في قلب الصينيه. وهنا بقى حطينا البصل اهو. احنا عاملين ايه، احنا ماما جايبه كيلو، فهنعمل نص بالثوم ونص كده ايه بالبصل عشان احنا بنحبها بالبصل اصلا اهو. يعني حسب اللي بيحبه، احنا في ناس بتحبه بالثوم وناس بتحبه بالبصل. وكمان ام يوسف لسه جايه دلوقتي. يا رب دايما البيت مفتوح وعامر بيك يا رب، يا رب انت ماما يا رب، ويخلينا لكم يا رب. وانا بقى ام يوسف بتصورني اهي، انا حطيت بقى ايه الثوم، الثوم اهو حطيته بقى مع البصل هنا اهو. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يا رب تكونوا بخير. اشتركوا بقى في القنوات بتاعتنا كده وادعمونا عشان نكبر بيكم يا رب. قناه ام عمر والتوأم. انت فتان نشوح بس كده شويه وبعد كده نحط الفلفل بقى. قناه ام عمر والتوأم وقناه ام يوسف التوينز، احنا اخوات، تدعمونا بقى ربنا يصلح حالنا وحالكم كده. واحنا هنا النهارده عند الحاج بقى والحاجه عازميننا يعني على الفطار. النهارده 7 يوم العيد، رمضان. 7 يوم رمضان. 7 يوم رمضان. ما مش عارفين نيجي والله عشان عيالها بياخدوا الدروس، وعيالي برضو في الدروس. عيالي بياخدوا تخاطب الدروس. التخاطب، وعيالي بياخدوا الدروس، مش عارفين نتجمع يعني. حط بقى الفلفل اهو برضه تشويحه كده ايه، ونوطي شويه. انا عايزه اوطي بس مش عارفه العين بتطفي. انا خلاص وطيت شويه وطيت. انا كل ما اجي بغطي
ده بقى كان فطارنا النهارده عند ماما اهو. كبده وجبه يوسف، كبدة ومكرونه، ودي مكرونه بالبصل وتمر وخشاف وعصير مانجا وليمون وزيتون اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي. بصوا ما شاء الله سفره من فوق حاجه تفتح النفس. رب يفضل البيت دايما متعمر بيكم يا رب يا بابا انت وماما، بيت العز فعلا والله. اهو بصوا كبده بالبصل وكبده بالثوم. ابو يوسف بيعلق على كلامي. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم بالخير والبركه يا رب العالمين، ومع السلامه.